مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وقضية جديدة في نعم لا. حق التظاهر هو واحد من الحقوق المشروعة الموجودة في كل دساتير العالم، وأيضا هو حق من حقوق الإنسان. ولكن البعض يرى في الفترة الأخيرة بسبب تزايد الاعتصامات والاحتجاجات وأيضا التظاهرات هناك كثير من التساؤلات. هل من الممكن الاختلاف على أن بعض هذه الاعتصامات دخلت بها بعض العناصر التي أدت إلى محاولة حقيقية لتعديات صارخة على القانون وأيضا تعطيل كثير من المصالح في مصر؟ أيضا يرى البعض الآخر أن هناك عدم رغبة في الاستجابة لمطالب المعتصمين وأيضا المتظاهرين، مما يؤدي إلى تأجيج الصراع بشكل أقوى وأيضا تصعيد هذه الاعتصامات والاحتجاجات. مشاهدينا الكرام، اليوم من خلال هذه الحلقة وما بين نعم ولا نحاول معكم أن نستوضح الصورة بشكل أفضل. هل الاعتصامات والمواجهات هي الحل أم أيضا تجاهل هذه المطالب يؤدي إلى وأدها، أم على العكس يؤدي إلى تأجيج الصراع بشكل أكبر؟ ما بين نعم ولا بعد هذا التقرير. يشهد الشارع المصري حالة من الغليان والاحتقان السياسي، حيث واصل أهالي بورسعيد العصيان المدني من أجل استجابة الحكومة لمطالبهم. وفي نفس السياق تجددت الاشتباكات بمحافظة الدقهلية من عودة المعتصمين لميدان الشهداء، ورفع الموظفون لافتات بعنوان ارحل داخل ديوان عام المحافظة. وفي نفس السياق قطع المحتجون طرقا رئيسية وخط للسكك الحديد احتجاجا على سياسات الحكومة في محافظة الفيوم من الدقهلية إلى الغربية، فالأمر مشابه تماما، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين أهالي ومعتقلي قوات الأمن. هذا هو الحال، فهو أمر واقع. الوضع الحالي بالبلاد أشبه بالإنسان المريض الذي يحتاج دائما إلى دواء حتى يمتثل الشفاء. الفقر، الجوع، الأمية والحياة اللا آدمية، العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية مطالب مشروعة رفع المعتصمون لافتات تحمل عليها هذه الشعارات. ويبقى سؤال: هل ما يقوم به المتظاهرون اليوم من اعتصامات ومظاهرات وقطع طرق وعصيان مدني أيضا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مطالبهم نعم أم لا؟ وهل هذا المنهج من الاحتجاجات مشروع نعم أم لا؟ عمرو دياب: نعم لا. مشاهدينا الكرام، كما طرحنا من خلال هذا التقرير فكرة تأييد أو الاعتراض على وجود اعتصامات وتظاهرات في الشارع المصري طوال الوقت، طريقة المثلى لفض هذه الاعتصامات، أيضا تجاهل مطالب الثوار، بالإضافة أيضا لهل قطع الطرق من الممكن أن يكون وسيلة للضغط على السلطة لتحقيق المطالب. كثير من التفاصيل نطرحها معكم اليوم من خلال لقائنا مع السادة الضيوف. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أستاذ عصام عبد الخالق، عضو جبهة الإنقاذ وأمين التنظيم بحزب العدل. أهلا بيك يا فندم. أيضا يسعدنا أن يكون معنا أستاذ حامد مختار، عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ المشاهدين.
مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم بالمحور الأول في هذه الحلقة. هل من الممكن أن تكون التظاهرات والاعتصامات وأيضا المواجهات مع الشرطة بالإضافة لقطع الطرق من الممكن أن يكون وسيلة ضغط حقيقية لتحقيق مطالب الثوار، وأيضا خاصة أنهم ليسوا فئة واحدة وليسوا فصيل سياسي واحد، من الممكن الاستماع إلى مطالبهم، من الممكن أن تكون هذه المطالب متفرقة؟ أستاذ عصام، تعليق حضرتك على هذا المحور. هو الحقيقة التعليق يبتدي من إيه هي النقطة الأساسية، لماذا اللي بيحصل دلوقتي بيحصل؟ إيه السبب في ده؟ الحقيقة مارتن لوثر كينج ليه مقولة بتقول إن الشغب هو اللغة التي يستخدمها من لا يسمع لهم صوتا. والحقيقة هو وبالتالي ما نشوف النهاردة هو تطور طبيعي. في البداية كانت التظاهرات والاحتجاجات هادئة جدا، لم يستمع لها، تصاعدت والنهارده ابتدينا نخش في ما يسمى بالشغب. فالشغب اللي النهارده بيحصل هذا ليس تبريرا له، ولكن لازم نفهم اصله ان هؤلاء الناس لا يسمع لهم. وعشان كده زي ما اتفضلت حضرتك هم من نواحي شتى، يعني هم لا يمثلوا فصيل سياسي معين له هدف مثلا ان هو يحكم في السلطه، ولا هم بيمثلوا مثلا مجموعه من المهمشين والفقراء بس، ولا هم من المكلومين لضحايا اللي ليهم اهالي لم يجدوا قصاص ليهم او فقدوا ان يجدوا هذا القصاص. فهم خليط الحقيقه من جماعات مختلفه كلها بيشملها حاجه واحده بس، انه صوتها لا يستطيع ان يصل الى احد، وابتدوا بالتالي يستخدموا لغه اخرى في الخطاب بتاعهم. واذا هذه اللغه اللي احنا النهارده ما نقدرش نقول سميها عنف، احنا بنسميها نقدر نحط الشغب، هو شيء ما بين الاحتجاج واللي بيزداد الى عنف نتيجه تدخل السلطه البوليسيه في الموضوع. لكن احنا لسه ما دخلناش في العنف. واذا استمر عدم السماع لهؤلاء وعدم التقدير لما يعانون وما يطالبون به، اعتقد ان احنا هنتوقع في المستقبل الحقيقه لغه اكثر زعيقا واكثر ايلاما لينا كلنا. اشكرك يا فندم. انتقل مع استاذ حامد مختار ونفس المحور. طيب، دعونا اولا نقول ان هذا التظاهر او حق التظاهر هو حق اكتسبه المصريين جميعا، اكتسبته كافه اطياف القوى المصريه بالدماء، كما حدث في ثوره 25 من يناير 2011. وهذا الحق لن يستطيع احد ان يحرم منه الشعب المصري، لا سلطه حاكمه ولا دكتور مرسي ولا جبهه الانقاذ ولا حزب الحريه والعداله، ولا يستطيع اي مخلوق ان يحرم الشعب المصري هذا الحق. لكن دعونا نفرق بين التظاهر السلمي واعمال الشغب او اعمال العنف. التظاهر السلمي للجميع مقبول، ان تبدي رايك، ان تطالب بما تطالب به، طالب بما تشاء، اسقاط حكومه، اسقاط الدكتور مرسي، تشكيل حكومه جديده، حكومه انقاذ وطني، لا يوجد اي مشكله بالنسبه لنا كحريه وعداله. فهذا يعني ما كنا نطالب به دائما، ان يحصل الشعب المصري على حريته في ابداء رايه دون ضغط او اكراه. لكن المشكله حينما تتحول هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات الى فوضى، الى تعطيل لمصالح الناس، الى قطع للطرق كما جاء في التقرير، ان تتحول هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات التي يدعى اليها من جهات لا تستطيع السيطره عليها، ثم تنفلت الأمور من بين يديها، ثم تبدي بعد ذلك أنها خارج هذا الإطار، ثم تحمل المسؤولية إلى السلطة الحاكمة. يحدث ما نشاهده الآن ماذا يحدث؟ هناك حكم محكمة صدر اليوم، محكمة مذبحة بورسعيد. هذا الحكم الذي صدر حكم قضائي، نحن لا نعلق عليه ونحترم كافة أحكام القضاء. من حق من أدين أن يعني يكون هناك نقد وطعن، ومن حق الآخر أن يقدم ما لديه من أدلة، لكن كله يدور في إطار دولة القانون التي نريد أن نرسي مبادئها الآن. لكن أن يتطور ذلك أن يعني كما حدث اليوم من حريق لنادي الشرطة وحريق لاتحاد الكرة وما حدث في مديرية الأمن بورسعيد، هذا لن يؤدي إلى شيء، لن يؤدي إلى مزيد من الفوضى. لكن نحكم صوت العقل، نجلس جميعا نرى المتظاهرين ماذا يريدون، ماذا يطلبون، طالما في إطار القانون وفي إطار ما تستطيع الحكومة أن تنفذه وما نستطيع نحن أن يعني نستطيع أن ننفذه، لا مشكلة أبدا عندنا كحزب الحرية والعدالة من أن نحن أيضا لنا مطالب. يعني لماذا يظن الناس أننا ليس لنا مطالب؟ نحن أيضا كحزب الحرية والعدالة لنا مطالب نريد من الحكومة أن تنفذها ونريد أن تطبق، لكن الظروف المحيطة بنا يعني تفرض علينا أن نحكم صوت العقل، أن نحكم صوت العقل. أشكرك. دقيقتين انت.
مشاهدينا الكرام، ما هي الوسائل التي من الممكن أن يستخدمها الشارع كوسيلة ضغط يعني تحقيق مطالبه بديلا عن الاعتصامات وقطع الطرق وغيرها من الأساليب التي تؤدي إلى تعطيل مصالح الشعب؟ أستاذ عصام، تعليق حضرتك. طبعا في اوجه كتيره للتعبير عن الرفض، والحقيقه هي الاوجه موجوده، احنا مش قادرين، يعني احنا مش عايزين نلخص ان كل ما يحدث اعتراضات على النظام الحاكم هو اعتراضات في شكل عنيف، لا الحقيقه كل انواع الاعتصامات والاعتراضات السلميه هي موجوده بكل اشكالها، ما بين عصيان مدني، ما بين مقاطعه لانتخابات، ما بين معارضه بشكل جماهيري، يعني كل الحقيقه الاساليب اللي بتتخذ النهارده مع للضغط على النظام هي بتتخذ، وعدم استماع النظام لأي من هذه المطالبات ولا حتى إبداء المرونة ولا حتى إبداء الأمل وإعطاء بعض الرسائل بتؤدي في النهاية زي ما بنقول إن في النهاية بتتكون بقى الجزء الصلب أو الجزء الراديكالي بيظهر في العنف. لكن إذا إحنا تخيلنا أو قلنا إنه كل اعتراضات النهارده اللي بتحصل على النظام هي في شكل أعمال عنف وشغب، يبقى الحقيقة ده يعني اختزال كبير جدا للحاجة. فإحنا بنستخدم كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبنا العادلة. أستاذ حامد، ما هي الوسائل من وجهة نظر حضرتك التي يمكن أن يستخدمها الشارع عندما تتجاهل السلطة مطالبه المطلب تلو الآخر؟ هناك طرق كثيرة للتعبير عن الرأي. هناك كما قلنا التظاهر السلمي، الاعتصام حق مقبول للجميع، لكن عندنا بدائل أخرى نحن متفقين عليها كقوة سياسية بموافقة الشعب المصري حينما تم الموافقة على الدستور السابق الأخير في الاستفتاء الذي تم في 15 و 22 ديسمبر الماضي. اتفق الشعب المصري على أن تكون هناك انتخابات برلمانية نيابية يستطيع من خلالها الشعب أن يختار من يريد أيا كان، سواء كان هذا الذي سيختاره حزب الحرية والعدالة، حزب العدل، حزب الدستور، حزب النور، أيا كان هذا الذي سيختاره الشعب المصري، يستطيع أن تكون هناك قوة متوازنة تستطيع أن تلبي له رغباته وتستطيع أن تلبي له طموحاته وتستطيع أن يشكل الحزب الذي سيحصل على الأكثرية والأغلبية، يستطيع أن يشكل حكومة ينفذ بها توجهاته ووعوده للناخبين. إذا عندي طريق واضح صريح معروف، لكن لا يوجد ابدا حتى ثوره 25 يناير 2011 لم يستخدم فيها المتظاهرون، كنا جميعا في ميادين مصر، لم يستخدم احد لا مولوتوف، لم يستخدم احد الخرطوش، لم يستخدم احد الجرينوف كما حدث في بعض المناطق. كانت تظاهرات سلميه، الجميع كانت صدوره عاريه، لم يكن احد يلسم وجهه حتى يخرب ولا يعرف من هو. هناك طريق واحد فقط معروف لابداء الراي، ان اقول كلمتي وابدي رايي بدون استخدام للعنف، بدون حرق، بدون تخريب، بدون منع او بدون تعطيل لمصالح المواطنين كما حدث في مجمع التحرير الاسبوع قبل الماضي. الطريق واضح ومعروف، ابدي رايك للسلطه الحاكمه، للاحزاب الموجوده، شارك في الانتخابات القادمه. هناك مجلس شورى تستطيع ان تذهب الى النواب المتواجدين في المحافظات، فكل محافظه لها نوابها، يعرض عليه المطالب ثم تناقش ثم تفرض. لكن المشكله حينما يظن كل انسان او كل مواطن ان حقي فقط هو الذي يجب ان ينفذ. الان عندنا معضله، عندنا بعض افراد الشرطه يضربون عن العمل، وعندنا بعض المتظاهرين يندس بينهم بعض المخربين فيقومون بالاحراق والقتل وما الى ذلك. طيب عندي اشكاليه، لماذا اضرب ضباط الشرطه وبعض افراد الامن؟ هم يضربون لانهم يريدون السلاح، يريدون من وزير الداخليه ويطالبون ان يسلحهم، ثم بعد ذلك حينما يواجهون الثوار ستكون هناك مزيد من الدماء. نحن لا نريد ذلك. اشكرك يا فندم، دقيقتين انت. أستاذ عصام، يعني ننتقل لمحور آخر، هل من يقيمون في خيام التحرير وغيرها من الميادين العامة ويقومون بالتظاهرات أو اعتصامات من الممكن إطلاق عليهم كلمة ثوار؟ لأن طول الوقت بنسمع أن هؤلاء ليسوا بثوار، ولكن هناك عناصر مندسة، هناك باعة جائلين، بالإضافة لبعض البلطجية اللي ممكن بيؤججوا حالة الصراع الدائم بين الشرطة وبين الشعب. تعليق حضرتك؟ لا الحقيقة ده صحيح، ده كلام صحيح. يعني النهارده الاعتصامات في التحرير لم تعد هي اعتصامات الثوار فقط، دخل عليها الحقيقه ناس كتيره جدا على الخط. بعضهم لم يكونوا مع الثوار من البدايه، ولكن هم ليهم مطالب برضه. يعني نقطه مهمه،
هو التحرير بقى رمز لكل من له مطلب. حقيقة هؤلاء الناس لم يكونوا في معظمهم مشاركين في الثورة، ولم يكونوا يمكن مدركين لما هي تهدف إلى الثورة، ولم يشاركوا فيها. لكن هو التحرير النهاردة أصبح هو مكان كل من له طلب أو له مطالب ويريد أن يطالب بها ويعرضها ويسمع صوته ويسمع صوته. هنرجع مرة أخرى إنه أنا محتاج حاجة أسمع الناس تسمع بيها صوتي. والباقي الجائلين ما هم ناس برضه شعب، جزء من الشعب، وبالتالي هو وجودهم أو اعتراضهم أو أي طبقات اللي موجودة في التحرير هي ليها مطالب وبتحاول تستخدم التحرير كوسيلة مطالب. أيوة طبعا بيندس فيهم الحقيقة بلطجية وأشياء كهذا، لكن هو وضع للأسف لا يمكن يعني تجنبه، لأنه التحرير النهاردة لم يعد فيه الزخم الكبير اللي يقدر يحافظ على عدم دخول أي أطراف غريبة فيه. لكن مش لازم، برضو نقطة مهمة جدا، مش لازم وجود أعمال غير شرعية كما قيل إن هي تغطي على القضايا الأساسية ويصبح كله على بعضه، وبالتالي يصبح كل من يطالب حقه مع اللي هو داخل بلطجة يصبحوا قصة واحدة، وبالتالي نفرغ القضايا من معاييرها. وهيفضل دايما في كل الأوقات. معلش أنا بس يعني ليا تعليل، لا في الثورة كان في طوب وكان في ضرب وكان في حرق وكان في كل حاجة. هكذا الثورة لا يستطيع أن تتحكم في مصر. نعم، أنتقل مع أستاذ حامد ونفس المحور. هل حضرتك بترى إن من يتواجدون الآن ليس فقط في ميدان التحرير ولكن في معظم الميادين المصرية وفي المحافظات دول أصحاب قضية ويصارعون من أجل تحقيق مطالب، أم كما يصفهم البعض بلطجية وباع جائلين ويعني مثيري شغب؟ يعني أنا أتفق تماما مع ما قاله الزميل العزيز الأستاذ عصام أن لا نستطيع أن نعمم على الجميع. هناك صور حقيقيين، هناك أناس لهم مطالب يرون أنها لم تتحقق، قد يتعجلون جاني بعض الثمار، قد يظنون أن الثورة لم تحقق بعد ما كانوا يأملون فيه من رخاء، من تنمية، من ما إلى ذلك. لذلك هم لهم مطالب حقيقية مشروعة، لكن المشكلة أنهم لا يستطيعون السيطرة على مجريات الأمور في الأماكن التي يتواجدون فيها. لذلك ينبغي عليهم حينما يوجد مثلا تخريب أو احتكاك بقوات الشرطة أن ينسحب هؤلاء، كما حدث عند أسوار الاتحادية في الجمعة كش مالك أو التي قبلها. كانت بعض الجهات دعت للتظاهر والمليونية عند قصر الاتحادية، فلما ذهبوا وحدث حرق وتخريب الجبهة أعلنت أنها انسحبت من هناك، 6 أبريل أعلنت أنها انسحبت من هناك، ولم يتبقى إلا فقط مثير الشغب الذين يلقون بالمولوتوف وبالخرطوش ويستعملونه ضد قوات الشرطة. لذلك لا نستطيع أن نعمم أن كل من هناك، لكن أنا يعني أراهن على حنكة الشباب وعلى حنكة أصحاب المطالب المشروعة أن يحرصوا غاية الحرص في ألا يندس بينهم من يشوه صورته. نحن مع كل المطالب المشروعة. قد أتفق أنا أو الأستاذ عصام في هدف واحد، أننا نريد أن نرتقي بمصر، لكن قد أختلف معه في الطريق الذي أسلكه. أنا أريد أن أسير من هذا الطريق ويريد أن يسير من هذا الطريق، لكن هدفنا واحد مشروع. لا ينبغي أبدا أن نسمح لمن يحرق، لمن يخرب، لمن يقتل، لمن يحرق أن يندس في وسطنا. لذلك أنا يعني أعارض أن الجميع بلطجية أو أن الجميع لهم أغراض يعني غير سليمة. لا، هناك سؤال حقيقيين، لكن للأسف هم يعني لا يستطيعوا أن يسيطروا على الموقف الآن. لذلك ينبغي أن يترك هؤلاء ويعتصم في مكان آخر ويجلس في مكان آخر ويتظاهر في مكان آخر. لا أقول له لا تتظاهر، حتى لا يقول أحد أننا نريد أن نتخذ هذا ذريعة لمنع التظاهر أو لمنع إبداء الرأي. لا، من حقك أن تتظاهر في أي مكان وفي أي وقت طالما أنت تلتزم بالقانون، تلتزم بعدم مصالح. انتهوا. أشكرك. المحور الأخير في هذا الجزء من الحلقة هو لماذا دائما يتكرر السيناريو بحذافيره في كل مرة تبدأ تظاهرات أو اعتصامات وتواجه الشرطة هذه الاعتصامات بشكل به قدر من العنف، وبالتالي يقال أن السلطة تحاول إجهاض هذه الاعتصامات ويضطر المتظاهرين للمواجهة أيضا العنيفة وتسقط الضحايا في النهاية من الطرفين. أستاذ عصام. هو طبعا
لما اوصل في التعامل مع الجماهير ان انا انزل الشرطه، فده لازم اتوقعه. يعني الشرطه اكيد مش نازله عشان تسلم عليهم او وجود الشرطه في حد ذاته معناها هو قرار سياسي باستخدام العنف ضد من يواجهون. وبالتالي مين اللي بدأ بقى، مين اللي ضرب؟ طالما الشرطه دخلت في هذا المعترك، فاذا احنا بنتعرض، لازم نتوقع هذا النوع من الكلام. وهي دي المشكله، احنا عندنا مشكله سياسيه، وبالتالي استخدام الشرطه لحل المشكله وان هم يصدروا المشاكل ما بين الشرطه والشعب ويضربوا بعض ونقوي العداوه بين الاثنين، وتصبح القضيه هي قضيه شرطه مع شعب او شرطه مع متظاهرين او شرطه مع مخربين وتفر، يعني بصرف النظر عن ايه هي المسميات. لكن الحقيقه انه احنا عندنا مشكله سياسيه عميقه جدا في مصر ومتجذره، واذا لم نحلها بشكل جذري هنفضل كده على طول، وما نتوقعش الحقيقه حل قريب جدا لما نحن فيه. عظيم. استاذ حامد نفس الجزئيه. نفس الجزئيه، لكن ان كنت قد اتفقت مع الزميل العزيز في النقطه السابقه، لكن هذه النقطه اختلف فيها معه. مساله لماذا دخلت الشرطه، ليس في كل التظاهرات ولا في كل الاعتصامات يحدث مشكلات ما بين الشرطه وما بين الشعب. الشرطه تكون موجوده متواجده لحمايه المنشآت ولا تتدخل تماما، يعني وغير مطلوب منها تتدخل في العمليه السياسيه من قريب او من بعيد. هي لها مهمه محدده، هي حفظ المنشآت وحفظ الامن وحفظ الارواح. وكانت هناك الكثير من التظاهرات والكثير من المليونيات التي حدثت ولم يحدث فيها احتكاكات لا بين الشرطه ولا بين المتظاهرين ولا بين حد، برغم انهم كانوا من الملايين. يعني نتذكر جمعه التي حدثت في جامعه القاهره عند تمثال النهضه، كان هناك اكثر من 6 مليون متواجدين على حسب التقديرات، ولم يحدث احتكاك لا بين شرطه ولا بين متواجدين. كذلك بعض التظاهرات التي حدثت من المعارضه ولم يحدث بها احتكاكات، لا نستطيع ان نعمم. لكن متى تحدث الاحتكاكات؟ تحدث حينما ينفلت العيار من بعض المتظاهرين أو من بعض المندسين فيحاولون اقتحام أقسام الشرطة أو اقتحام مديريات الأمن أو اقتحام منشآت العامة أو اقتحام مبنى كما حدث عند قصر الاتحادية. وأظن كلنا رأينا يعني الذي جاء بونش كي يخلع بوابة الاتحادية. ما علاقة هذا بالتظاهر أو بإبداء الرأي لا أدري، لكن المشكلة كلها تبدأ من وجهة نظري هي في حينما يكون هناك اقتحام لمنشآت عامة أو لمنشآت خاصة. لكن إطار التظاهر السلمي مكفول الجميع. إذا وجد من يخالفه من الداخلية تحاسب، لا عندنا مشكلة في ذلك. فنحن نطالب بإرساء دولة القانون وبنطالب بأن يعاقب المفسد. وكلنا رأينا الآن اليوم حكم المحكمة الذي صدر بإدانة مدير أمن بورسعيد السابق ب15 عاما مع الأشغال الشاقة. لا نريد لأحد أن يكون فوق القانون، لكن أنا أحمل دائما أن الداخلية طالما موجودة في تظاهرة هي تكون السبب في أنها يحدث لها انفلات ويحدث فيها ضرب. هذا لا أستطيع أن أعممه، لأن عندي نماذج كثيرة موجودة. كلنا نشاهد على شاشات التلفاز قوات الشرطة تكون متواجدة لحماية أقسام مديريات أمن، منشآت خاصة، مجمعات، مصالح، أرواح مواطنين. ثم يقوم البعض باستغلال هذا، ثم يقوم بإلقاء الحجارة، ثم تتوالى بعد ذلك الخرطوش، ثم المولوتوف، ثم تحدث بعد ذلك سلسلة من إراقة الدماء. لذلك لا أستطيع أن أحمل قوات الشرطة فقط، وكذلك لا أستطيع أن أحمل الثوار الحقيقيين الذين لهم مطالب مشروعة. لكن قد يحدث تجاوز من هنا أو تجاوز من هناك. من يتجاوز يحاسب، وهذا ما نريده. لكل من يتجاوز القانون أن يحاسب، لا يوجد أحد فوق القانون. دقيقتين انتهوا. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع هذا التقرير الذي يرصد رأي الناس في الشارع المصري حول هذه القضية، ونعود من بعده في حوار مفتوح. انا مش مع المتظاهرين اللي هي فوضى. الفوضى دي انا مش معاها نهائي، سواء من افراد قليله او ناس كتير، او الاعتصامات في الشوارع دي ليل على عمال على بطال وليل على نهار، وبلطجيه وعيال صغيره تضرب في الناس وتضرب في شرطه عمال على بطال. دي كل ده انا ما بحبوش، مرفوض. لا انا ضد الموضوع ده، طالب بحقك وكل حاجه، بس ما تعطليش الانتاج وتوقف الدنيا وتوقف البلد كلها. طالب بحقك بس بالطرق القانونيه. يعني كفايانا بقى اللي بيحصل في البلد دلوقتي، كفايانا كده، لان الناس في ناس كتيره غلابه مش لاقيه تاكل. ما ينفعش ان احنا نقطع طرق، لما نيجي نقطع طرق الناس اللي رايحه شغلها كده مش هتروح شغلها، كده هتقعد في بيوتها، كده مش هنعرف نشوف شغلنا. اصلا كده مفيش شغل، كده مفيش شغل، كده موقفين حال البلد. انا ضد طبعا الموضوع دوت. حضرتك هو دلوقتي اللي بيطالب بحقه بيطالب بحقه بطريقه سلميه،
انا ليا حق اطالب بيه بطريقه سلميه، لان انا لو وقفت وقطعت طرق وعملت مظاهرات وقعدت اضرب واخرب، اول حاجه انا بخرب في بلدي، تاني حاجه انا مش مستفاد حاجه. كلتا الحالتين يعني مع الناس اللي بتقف عشان مش لاقيين المعيشه الاجتماعيه، ضدهم مش وقت البلد، اقتصاد البلد في النازل، الناس مفكره ان فيها مصر احنا بناخد الاحتياطي كل يوم الاحتياطي بيقل، دي مشكله. الحكومه ان الشعب 90% من الشعب المصري مش عاوز الحكومه، بس هنعمل ايه؟ انا مع المظاهرات المشروعه، انما المظاهرات في العمال والباطل وكده يعني وقطع الطريق ووقف البلد، انا مش مع مظاهرات. انا مع مظاهرات في المظاهرات اللي هي ايه؟ المطالب بحقوق الناس وخد بالك والشباب والبلد تتحرك، انا مع المظاهرات دي. اما غير كده المنشآت العامة والبهدلة دي في البلد وكده أنا مش معاه. هو أنا بالنسبة لي عشان أنا شغال في القطاع بتاع قطاع السياحة وكده، فاعتبر إن أنا متضرر جدا، لأن بالنسبة لكل اللي بيحصل في نطاق المكان اللي إحنا شغالين فيه، فغصب عننا اللي إحنا بنقول اللي إحنا متضررين طبعا بوقف الشارع، لأن ما فيش حد هيجي لنا ولا حد هيجي في المكان اللي إحنا شغالين فيه أدم فيه اضراب او ضرب للمتظاهرين او المتظاهرين بيتضربوا. فالموضوع كله مضمون اللي هو لازم يبقى فيه حل وسط يرضي جميع الاطراف. انا مع السائر، بس السائر السلمي اللي هو رايح يطالب بحقه بكل الادب وبكل احترام عشان اخذ الحق مش بالعافيه. انا عشان الحكومه مضيعه حقي ما ينفعش ان انا اروح ابلطج على الناس واوقف طريق والكلام ده. أنا بطلب بحقي أروح أقف في ميدان عام زي ميدان التحرير اللي هو بقى رمز لكل المصريين، أقف أطالب بحقي بالأدب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في هذه القضية ونعم لا. ويعني قبل أن نبدأ معكم الحوار المفتوح، معنا اتصال هاتفي أستاذة ماجدة من القاهرة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا فندم. أهلا. أستاذة ماجدة، حضرتك شايفة أنك مع فكرة قطع الطرق أو الاعتصامات والاحتجاجات حتى لو كان فيها وسائل للضغط على السلطة لتحقيق مطالب، نعم أم لا؟ لا طبعا، أنا ضد الاعتصامات وضد الحاجات دي كلها. يا ريت كل واحد يشوف شغله الأول ونبص لبلدنا. أشكرك يا فندم. كده بلدنا ضاعت خالص. شكرا ليكي. وحالتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية في تدهور خالص يعني. أشكرك أستاذة ماجدة، النقطة واضحة، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة. وعايزة أنتقل يعني أستاذ حامد، حضرتك ذكرت إن يعني طول الوقت ممكن يبقى فيه البعض بيندس في التظاهرات، وطبعا احنا شايفين إن تحديدا النهاردة 9 مارس هذا التاريخ كنا نعلم قبلها بفترة طويلة جدا إن هذا التاريخ من الممكن، مش من الممكن، ده من الأكيد إن هيحدث فيه حالة من الشغب، لأن أكيد عنصر من العنصرين هيتأذى من الحكم أو هيعترض على بعض التفاصيل، وبالتالي شيء بديهي ان هيحصل حاله من العنف في الشارع. لماذا لم يتم مواجهه ذلك قبلها؟ لان احنا يعني طول الوقت بنؤكد ان في خلل كبير جدا في اداره الازمات في مصر. تعليق حضرتك؟ يعني هو ما حدث اليوم باختصار هو طبعا حكم المحكمه صدر اليوم صباحا. عندنا موجوده وزاره الداخليه موجوده بتامن. احنا بالنسبه لنا احنا كحزب الحريه والعداله كنا طلبناها باتخاذ كافه الاجراءات التي تمنع حدوث اي شيء كما حدث 26 يناير الماضي، كما حدث في بورسعيد. لكن لا نستطيع ان ننكر ان قوات الامن تحتاج مننا كمصريين جميعا الى الدعم. هناك لا يعني ايه دعم الشعب هو اللي هينزل يدعم الشرطه، هو اللي هينزل يدافع، يعني يفترض الشرطه هي اللي بتدعم الشعب وهي اللي بتدافع عن الشعب. بس لكن هناك في عندنا مشكله، في عندنا انفلات، في عندنا مشكله بالنسبه للالتراس اهلاوي او الالتراس في مصر في بورسعيد. المشكله دي موجوده قائمه بقى لها فتره. الداخليه بالنسبه مثلا لبورسعيد هي هدف دائم هناك لبعض الاهالي والالتراس، حدث ما حدث، والجيش هناك هو المتواجد الان. عندنا في القاهره قوات الامن كانت موجوده. هدف كده بلا سبب، ولا هدف بسبب انتهاكات وممارسات بتمارس ضد المتظاهرين فيها قدر كبير من العنف؟ في الحقيقه يترك هذا للتحقيق. يعني انا لست من بورسعيد، ولكن هناك لابد لكل شيء يكون في سبب. لكن ما حدث هناك ادى ان احتراق مبنى مديريه الامن اول امس كما حدث. نعم. والجيش هو المتواجد لحمايه المكان هناك، واتخذت وزاره الداخليه استعدادات وقامت بنقل السجناء من سجن بورسعيد الى سجن وادي النطرون، ثم اعادتهم مره ثانيه بعد طلب اهالي السجناء، واعادتهم الى
سجن الاسماعيليه. لكن انا لا استطيع ان احمل الداخليه وحدها المشكله. أكيد. نحن ايضا يا سيدتي والساده المشاهدين نحن طرفا في هذه المشكله. وزاره الداخليه لن تستطيع ان توجد لكل مواطن عسكري، يعني صحيح. لن تستطيع. صحيح. لازم انا يكون لي دور، انا ليا دور كمواطن مصري. هنرجع للدور ده مره اخرى، ولكن معنا اتصال هاتفي. السيد الديب امين شرطه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازاي حضرتك؟ نستاذن حضرتك ان المشاوير اللي حصلانه دي كلها مش صح. احنا بنعمل ايه؟ احنا لا اصلا مش عصريه البلطجيه والكلام ده، احنا مش عايزين الكلام ده. احنا عايزين نمشي بما يرضي الله، احنا والشعب يد واحده، حلوين واخوات كلنا مع بعض. طب هل حضرتك نبقى يد واحده على المخرف؟ عظيم. هل حضرتك بتشوف ان احيانا ممكن يكون قطع الطرق او الاحتجاجات وسيله للضغط على السلطه عشان يحققوا مطالب الشعب؟ بتؤيد ده ولا بترفضه؟ لا طبعا برفضه تماما، مفيش حاجه اسمها بلطجه والشغل ده نهائي. اشكرك، شكرا ليك يا فندم. واستاذ عصام، يعني فكره اداره الازمات اللي طول الوقت بنتكلم عنها، وحضرتك قلت من شويه نزول الشرطه مشكله اساسيه، لان دايما بيحصل صدام طول الوقت، والصدام ده بيتصاعد وبيؤدي لحاله بقى بتتحول لشكل من اشكال الثأر بعد كده. فما هو كمان في ناس بتقول ما هي الشرطه لو ما نزلتش مين اللي يحمي كمان المتظاهرين؟ ما هو ممكن اي حد يندس، ممكن اي اثاره شغب مفتعله تؤدي لاحراق البلد. لا انا افكر حضرتك وافكر زميلي انه في المليونات الضخمه ديت لم يكن للشرطه اي تواجد. الحقيقه هي كانت بتتعمد كمان انها تبتعد تماما عن مجالات التظاهر، وعشان كده ما كانش بيحصل فيها حاجه. فنرجع تاني، تواجد الشرطه في اماكن التظاهرات هو وضع الكبريت مع الناس، هو يعني مع الاحتقانات اللي موجوده جوه الشرطه ناحيه الشعب. هل نبعد الشرطه عن مديريه الامن؟ شوف، اذا اقتحموا مديريه الامن ففي اساليب للتعامل. طب وما الداعي ان انا اقتحم مديريه الامن اصلا؟ انا ما شوف هو في النهايه احنا اتفقنا انه التصاعد في التعبير في ادوات التعبير هي نتيجه عدم الاستماع للهمسات الصغيره. كان في همسات عماله بتتكرر لكن ما حدش بيسمعها، الهمسات بقت زعيق، الزعيق بقى غضب. ممكن يكون في تزايد، لكن ده لا يعني انه العشرات او بضعه افراد يتقتلوا. يعني التفاعل قل. ما هو هنا احنا لازم نبص من بره ونشوف لماذا هذا الشحن بتبقى سقوط ضحايا ومن الجانبين، معلش عارفه ما تتحرق مديريه الامن، يعني ما تتحرق مديريه الامن ولا انه في ناس طيب مساله ان انا نقطع بعض مساله ان انا اترك ان وجود قوات الشرطه، ان انا ايه اللي ودى الناس عند مديريه الامن؟ لو ما حد جه عند مديريه الامن اسيب مديريه الامن وامشي واسيبهم يحرقوها، او لو جم عند مجمع التحرير اسيب مجمع التحرير وامشي واسيبهم يحرقوها، لما يجوا عند مبنى التلفزيون اسيب مبنى التلفزيون وامشي واسيبهم يحرقوه. لا يبقى كده هنعيش في غابه. طيب احنا معانا اتصال هاتفي. قتل الناس، لا انا البريء، مساله قتل الناس، مساله قتل الناس
ابرياء بيموتوا، وال10 الابرياء يتصاعد الامور. على هذه الجزئيه استاذ عصام، يعني الشرطه في بعض الاحيان لما انسحبت قالت ان احنا لا نريد الزج بنا داخل هذه الصراعات، وان السلطه السياسيه ممكن بتضعنا في الواجهه، واحنا يعني بطلنا نقوم بهذا الدور. فهل حضرتك شايف ان ده الحل؟ ما هو كمان لا طبعا، لا طبعا دي حلول كلها جزئيه. المشكله اساسيه، المشكله الاساسيه بتاعتنا اننا نسير الان في مسار المعارك، معارك وراء معارك، وفي النهايه لن تنتهي بشيء. نعم. هنخش في ليه تعقيب على هذه النقطه؟ طب عفوا التعقيب بعد الاتصال. استاذ محمد بسيوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ نعم ام لا لفكره الاحتجاجات او الاعتصامات كوسيله للضغط على السلطه لتحقيق المطالب؟ نعم ام لا؟ يا فندم انا ارفض الفكره دي تماما، لان حضرتك في مثل عندنا بيقول لحضرتك مالك يا فرعون متفرعن، قال لك ما لقيتش حد يهديني. اشكرك يا فندم. حضرتك بس يعني مع تحفظنا شويه على المثل، لان ده معناه ان حضرتك عايز يعني بطش وقهر ويعني ممكن يعني استخدام عنف، فده كمان مرفوض يعني. طيب حضرتك كان عندك تعقيب، تفضل. انا كان عندي تعقيب في ان مساله التراكمات او الاحداث. عمر ابداء الراي وعمر المطالب ما تجر ابدا الى فوضى، ولا تجر ابدا الى طريق الى معارك. طول عمر القوى السياسيه بتختلف او بتتفق، طول عمر افراد الشعب المصري، لكن بيظل دائما داخل اطار الاسره الواحده وداخل اطار من الراي والراي الاخر. وعندنا السبل المشروعه، لكن هي المشكله عندنا اننا ننسى التاريخ. احنا عندنا من بعد الثوره قبيل كل استحقاق ديمقراطي انتخابي لابد من ان تحدث ازمه يغذيها اطراف ما، سواء كانت قوى لا تريد لهذا الوطن ان ينتقل من مرحله انتقاليه الى مرحله الاستقرار حتى يتم فتح ملفات. حضرتك شايف ده متعمد طول الوقت؟ ليس كله، ليس جميعا، ليس كله. لكن انا بس بقى هنا لو رجعنا بالتاريخ الى انتخابات مجلس الشعب 2011 سنجد ان قبيل الانتخابات مباشره في شهر 11 2011 و12 2011 حدث حادثين مهمين جدا زلزلوا مصر كلها، وهم احداث محمد محمود ثم احداث مجلس الوزراء. وكان ذلك في قبيل انتخابات مجلس الشعب مباشره، ثم بعد ذلك بعد ما انتخبت انتخابات مجلس الشعب وسقط شهداء، وبالرغم من كده كان في اصرار ان الانتخابات تتم، وان مش مهم بقى اللي ماتوا. لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، وده كان على فكره انا عايز اقول بيثير غضب الشارع. لا يثير غضب الشارع، وان الدليل على ذلك ان الشارع نزل وشارك ب 32 مليون واحد وشاركوا في الانتخابات يعني مجلس الشعب 2011. انا اتكلم على 2011 لم استكمل فقط سريعا. مراره في النفوس يعني. لا ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، نحن لا نريد يعني إسالة مزيد من الدماء لأي مواطن مصري، فالدماء المصرية خط أحمر، لكن صحيح. هناك طريق نحن نسير فيه، نريد أن يعني أن يد تبني ويد تمنع الفساد. نريد أن ننطلق في طريقنا، لأن احنا لو رجعنا وقلنا لا خلاص لو استمرينا عند أحداث محمد محمود يبقى خلاص أجل انتخابات سنة أو أجل انتخابات سنتين، ستظل هذه الحالة من الفوضى وهذه الحالة من الفراغ، وهذه الحالة من الفراغ التي تساعد على أن يستمر هذا الانفلات وأن يستمر هذا التدهور، لن نصل إلى مشكلة. لكن احنا عندنا دولة مصرية، هذه الدولة لها أركان، هذه الأركان لابد أن تستكمل حتى نستطيع أن يحاسب المخطئ. مشكلة عندما انتهت انتخابات بس هي النقطة في عجالة في دقيقتين فقط. عندما جاءت انتخابات مجلس الشورى في شهر 2 2012 حدث ما حدث في مذبحة بورسعيد، وأدى إلى انفلات قوي جدا، وطولب أيضا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمجلس الشورى وقتها. حينما جاءت استفتاء السابق اللي هو الدعوة للاستفتاء، وجهت أيضا بحالة من الانفلات وحالة من أن هذا الاستفتاء لن يتم، هناك بحار من الدماء وهناك يعني جثث ستسقط، وتم الاستفتاء. أنا ما أريد أن أقول أننا قبيل أي استحقاق انتخابي تحدث هذه الحالة. لماذا تحدث هذه الحالة؟ لا يريد البعض ولا أقول كثيرين، لا يريد البعض أن نصل إلى مرحلة استقرار تستطيع فيها أن يكون هناك مجلس يشرع القوانين التي تنطبق مع هذا الدستور، لا يريد أن يكون هناك مجلس نواب يستطيع أن يحاسب الحكومة ويستطيع أن يشكل حكومة جديدة، أيا كان. نحن لا نعلم الغيب ولا نعرف من الذي سيأتي، لكن يريد الكثيرين. أنا عايز بس أنا عجبني جدا الحقيقة موضوع نرجع للتاريخ، وأنا حبيت الحقيقة بعنواننا ده في كتابين مهمين جدا، وفي تجربة الحقيقة رائدة هي التجربة الماليزية كويس، وإزاي استطاعت توصل لهذا الحقيقة. ماليزيا في مرحلة في بعد الاستقلال كانت عبارة عن مجموعة، يعني بسرعة كده، هي مجموعة إثنيات صينيين وملايو وهنود. الملايو هم الأغلبية الحقيقة، كان عندهم عقل ووعي جدا في مرحلة الاستقلال، وعملوا تحالف الحقيقة الملايو، مع ان هم الأكبر عددا والأكثر سكان
وكان الانتخابات هتتم في هذا الوقت، ولكن هم الحقيقه وصلوا لتوافق مهم جدا، التوافق برعايه الملايو مع الصينيين مع الهنود. وعلى الرغم من هذا، وده محاضير محمد بيتكلم عن هذه التجربه، وعلى الرغم من ان كان الملايو يستطيعون باغلبيتهم ان يسيطروا على الانتخابات وأن يكتبوا الدستور الذي يريدونه، ولكنهم تغليبا لمصلحة الوطن قرروا أن يمدوا أيديهم للأقليات الموجودة، بل ويتنازلوا عن كثير من الميزات التي يمكن أن يحصلوا عليها في مقابل هذا التوافق. طيب، هو يعني عادة بيقال أن المشاركة لن تأتي إلا عبر الحوار، ودايما تتهموا أنكم ترفضون الحوار. ده هرجع له ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في هذه القضية، ونعم لا نتناول معكم فكرة حق الاعتصامات وقطع الطرق أو الاحتجاج بشكل واضح للضغط على السلطة لتحقيق المطالب ما بين نعم ولا. ويعني معنا اتصال هاتفي أستاذ طارق من القاهرة. ألو، مساء الخير يا أستاذ. مساء النور يا فندم. أنا عايز أقول لحضرتك إن الأخ اللي بيتكلم بتاع الإخوان ده
مش هتقدروا عليه في الكلام لانه ما عندهمش الا كلام. ارجوك يا فندم نلتزم يعني ادب الحوار. ممكن حضرتك تعرض انا وجهة بقول نظرك، لحضرتك ولكن انا بصي كل ما يجي يتكلموا مركبين موتور في بقهم، هم ما عندهمش الا كلام. اشكرك يا فندم. نقطة يعني اشكرك يا فندم، ولكن اكيد احنا يعني احترامنا لكل الضيوف من كل الاطراف لابد ان نحترمهم جميعا ونحترم ارائهم ايا كانت حتى لو كانت مختلفة. طيب يعني استاذ حامد، يعني في جزئية مهمة جدا لما يعني الشعب المصري تحديدا في بورسعيد يبدأ اعتصامه وعصيان مدني يستمر. يعني احنا دلوقتي في الاسبوع الثالث لهذا العصيان المدني ولا يتم الالتفات لمطالب فئة مهمة جدا من الشعب المصري. هل حضرتك شايف ان هم ممكن يعملوا ايه اكتر؟ ما هو مفترض ان يعني ده بيخلق حالة من الاستفزاز التي تؤدي الى مزيد من التصعيد. طب ممكن نسأل سؤال، ما هي المطالب؟ اكيد المطالب عرضت يعني خلال الفترات دي كان في انتهاكات بتمارس ضدهم من الشرطه وكان في اعتراضات واضحه. كمان بالنسبه للقضيه الخاصه بالالتراس الحقيقه لا يعني لا هو طبعا النهارده مطالب بورسعيد هو ال 30 او 35 شهيد اللي ماتوا بالظبط، اللي معظمهم ما هنا عشان كده القضايا بتضيع الحقيقه هي لانها بتتشعب وتتراكم يعني تصبح قضايا اكثر. المطلب فالنهارده لا هو ما فيش مطلب واحد الحقيقه. لو قلنا مطلب النهارده المطلب بتاع النهارده هو هؤلاء الشهداء. ايوه كويس. الى متى كيف ناتي بحق هؤلاء الشهداء؟ شوف مش طالبوا بانتداب قاضي تحقيق. شوف لو قضاة التحقيق اللي قبل كده جابوا حق الشهداء دول كانوا هيقعدوا في الحقيقه لو هم يثقوا في انه في جديه حقيقيه. طب ما المطلوب؟ طيب انا برضه لم نصل الى اجابه. ما المطلوب؟ في بورسعيد. طب معلش انا ممكن اسال حاجه، يعني لماذا لم يعني يتقدم الحزب الحاكم في مصر او حزب الاغلبيه الحريه والعداله برصد؟ يعني كان ممكن وفد يذهب الى بورسعيد ويستعلم عن هذه المطالب ويبدا حوار حقيقي. ما اريد ان اقوله ان يعني هناك مطالب، السلطه السياسيه ان هي اللي تعرف ايه المطالب وتبدا في تنفيذها، مش دور الشعب. انا ماذا قصدت بما هي المطالب؟ هناك مطالب نستطيع ان تتحقق وان ناتي بها، ونحن كحزب الحريه والعداله نستطيع ان ننادي بها. عظيم. كقاضي تحقيق، وهذا ما تم الاستجابه اليه. كاعاده التحقيقات بالنسبه لمساله ال 36 شهيد الذين سقطوا في تشييع الجنازه او قبلها. بالنسبه في بعض لكن لما يقول لي ان انا عايز افراج عن كل الذين صدر امامهم ضدهم حكم بالاعدام او الافراج عن الذين سجنوا، هل انا استطيع ان اخالف حكم قضائي وانفذ هذا؟ دي نقطة. النقطة الثانية اللي حضرتك أثرتيها اللي هي مسألة العصيان المدني. ما معنى العصيان المدني؟ العصيان المدني هو أن المدنيين من تلقاء أنفسهم يجلسوا في بيوتهم، يجلسوا في الميادين، يجلسوا في أي مكان من عند أنفسهم، ولا يذهبوا إلى العمل ولا يذهبوا إلى المصالح الحكومية. حضرتك ما شفتش ده كان موجود في بورسعيد على مدى ال3 أسابيع الماضية؟ هناك من يطالبون بالعصيان وعصوا فعلا وجلسوا، لكن هناك مصالح أخرى كثيرة أغلقت كرها وإجبارا. مدارس أغلقت بالجنازير بالإكراه، مصالح حكومية تم طرد الموظفين منها وعدم صعودهم لأداء واجبهم الوظيفي وأداء حقهم. إذن هناك أشخاص يريدون أن يضربوا وأن يمتنعوا من أجل تحقيق المطالب، وهذا حقهم لا يستطيع أحد أن يصادر عليه. لكن أن أجبر آخرين على أن يلتزموا لما أنا التزمت به من تلقاء نفسي، فهذا لا أستطيع أبدا أن أسميه عصيان. السؤال الحقيقي مهم جدا. لا هو أين الدولة؟ لا الضغط موجود. أين حضرتك كل من يتكلم هو وسيلة. أين الدولة بدون الجهاز الشرطي بتاعها؟ أين الدولة؟ أين النظام السياسي في هذا الموضوع وقدرته على احتواء هذه المواقف؟ الحقيقة غايب لا. طب وأين دور المعارضة التي تهدي الأمور التي تسعى لأن تشعل الأمور وتخرج عن السيطرة؟ وأين دور المعارضة التي تذهب إلى أهلنا في بورسعيد لا لكي تحقن الدماء ولا لكي ترأب الصدع، وإنما كي تزيد الهوة وتزيد المساخ؟ أين يعني هذا نفس السؤال هذا لكن أنا أتكلم كحزب الحرية والعدالة. نحن نريد أنا كمعارضة أرى أن في هؤلاء ناس لهم حقوق وأنا بروح بس وأنا مع هذه الحقوق. أنا ما رحتش قاعد مع بلطجي كويس او لص وقاعد معاه. تمام. انا سؤالي طلبت بعد ما ذهبت اليه يا سيد، اين وبماذا طلبت بعد ما اين الدولة؟ هو بيسأل حضرتك اين الدولة؟ انت الفاعل، ما هو ما ينفعش. لا ما تقوليش انا اولا انا بس الدوله، انا حزب الحريه والعداله، انا هنا ممثل حزب الحريه والعداله ولست ممثل الحكومه. لا اوكي انا بسال يعني سؤالي هو اين الدوله؟ فالكلام في السياق. انا ماليش دعوه. الدوله ليها دور تقوم به. الدكتور مرسي حينما يعني اعلن بعض الاشياء التي قامت مساله قاده التحقيقات، مساله يعني اعاده
بعض المزايا لاهل بورسعيد، لا نستطيع كما يطلق عليها البعض مساله رشاوى، لا هذا حقهم، لان هذه قناه السويس تعبر في ارضهم وهم الذين يساعدون في انجاحها. تعود منطقه تجاره مفتوحه، ولكن هذا لم يرضي الثوار. يعني المشكله كلها في حكم المحكمه، ليست المشكله لا المشكله في مساله منطقه التجاره والحكم، ولا يستطيع لا الدكتور مرسي ولا احنا كحزب الحريه والعداله ان نتدخل في شان القضاء او ان نعيد المحاكمات، او ان الذين صدرت ضدهم حكم الاعدام وصدق عليه فضيله المفتي وايدته قرار المحكمه، لكن هناك سبل اخرى تستطيع ان تاتي بذلك عن طريق النقد، عن طريق ان يتقدموا يا فندم. احنا ما ينفعش، عفوا يا استاذ حامد، احنا ما كانش ينفع نتحكم في الشهداء في بورسعيد في الاستاد في المره الاولى، ولكن كان ممكن التحكم في عدم سقوط شهداء جدد ال40 اللي سقطوا واللي سقطوا كمان في جنازتهم. يعني مساله بقت سلسله عبثيه. نحن من ناحيتنا نطالب بالتحقيق، من كيف سقطوا ومن الذي اسقطهم ويحاسب ويحاكم. احنا بقالنا سنتين في يعني لجان تقصي حقائق وما بنعرفش مين قتل مين ومين عمل ايه في الاخر، ده نتيجه لحاله عدم الاتزان اللي مصر كلها عايشه فيها. طيب يعني الحل في كلمه واحده من حضرتك استاذ حامد، كيف ترى حل هذه الازمه اللي بنعيشها واللي النهارده تفاقمت ايضا في بورسعيد وهنا في مصر في القاهره؟ لا انا ان شاء الله على ثقه وعلى يقين في يعني وعي وفي ذكاء كافه طائف الشعب المصري اننا سنفوت الفرصه على الذين لا يريدون لهذا البلد ان ينطلق للامام ولا يريدون لهذه مؤسسات هذه الدوله ان تستكمل. انا على ثقه وعلى يقين ان الجميع سيحكم صوت العقل ولن ينساق وراء مشاعر، وان الجميع سيعلي مصلحه مصر فوق مصلحه الحزب وفوق مصلحه الجماعه وفوق مصلحه الجبهه وفوق كل المصالح. مصلحه مصر اولا واخيرا. استاذ عصام ايضا في كلمه واحده، أنا بقول إنه على مؤسسة الرئاسة أن تدرك أن مصر في مشكلة خطيرة جدا، وأن عليها أن تتدخل ولا تترك الأمور حتى تتحلل وحدها. يعني أنا حاسس إن هم سايبين المشكلة تتحلل وحدها، الشعب يقوم على الشعب أو إيه اللي هيحصل، لكن الرئاسة النهاردة سايبة كل عليها أن تتدخل وأن تنظر إلى جذور هذه المشاكل الأصلية وتتنازل كثيرا عن الصلف وعن العند الذي تمر فيه وتتنازل لتحقيق توافق لهذا الوقت. ونتمنى ايضا لن يحدث تتنازل. والله احنا مستعدين، مدوا ايديكم جادين. لا لم تمدوا. بترفضوا الحوار يا استاذ عاصم، دائما تتهموا كده. لا الحقيقه احنا بنرفض الحوار العبثي، بنرفض الحوار الذي لا معنى له. نخش في الصراع وبعد الصراع نتكلم عن الحوار. احنا الحقيقه الحوار كان لازم نبتدي من اول يوم إذا كانت هناك وأنا أثق أنه الغالبية العظمى تتفق معي في هذا الرأي، إذا كانت هناك دعوات حقيقية لحوار يظهر فيه استعداد حقيقي، أعتقد أن كلنا هنكون مستعدين. لا عفوا للأسف احنا وقتنا بالأرقام وبالأدلة وبالتواريخ أن الحوار حقيقي وأن الحوار يجدي وتنتج عنه قرارات تنفذ وترضي الجميع. أشكر حضراتكم أستاذ حامد مختار عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة، شكرا لك. أيضا أشكر أستاذ عصام عبد الخالق عضو جبهة الإنقاذ وأمين التنظيم بحزب العدل، شكرا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، بالتأكيد المشهد مؤلم، يعني اليوم تتكرر أحداث العنف وأيضا تتكرر حالة من الاضطراب في مصر في كل المحافظات المصرية وأيضا في بورسعيد وفي القاهرة، وبالتالي يعني نخرج من مشكلة إلى مشكلة جديدة. هل من الممكن في المستقبل أن يكون قانون حق التظاهر واحد من الحلول لهذه المشكلة؟ من الممكن أن يقنن هذه المسألة، أم على العكس كما يرى البعض هو محاولة لوأد المعارضة وإجهاض كل فكر معارض بشكل أو بآخر؟ أكيد ده هيكون موضوع لحلقة قادمة إن شاء الله، ولكن في نهاية هذه الحلقة أشكر حضراتكم، شكرا لكم وإلى اللقاء.